السلام عليكم مشاهدينا الكرام. عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم أمسية مميزة عند لقائه بجماهير المنتخب الأرجنتيني فجر الجمعة في مباراة ودية ضد منتخب بنما، إذ سادت الأجواء الاحتفالية في المباراة وكان ليونيل ميسي جزءا كبيرا منها، كما وقع في فخ مطالبة الجماهير الأرجنتينية الحاضرة في الملعب برقصه مثله مثل بقية زملائه. ونشرت الصحف الأرجنتينية المحلية بعد نهاية المباراة مقاطع فيديو يظهر فيها ليونيل ميسي حائرا أمام مطالبة عشاق الأرجنتين الذين هتفوا باسمه وطالبوه بالرقص مثله مثل بقية اللاعبين، لكنه رفض وسط ابتسامة تعكس خجله. لكن في بعض اللحظات تخلى ليونيل ميسي عن خجله وقفز برفقة نجوم الأرجنتين عندما استفز المهاجم لوتارو مارتينيز المنتخب البرازيلي وهو العدو اللدود للأرجنتين كرويا، ثم المنتخب الفرنسي الذي نافس الألبيسيليستي على لقب كأس العالم 2022 في المباراة النهائية المثيرة للجدل والتي شهدت الكثير من الأهداف. وطالب لوتارو مارتينيز الجماهير الأرجنتينية بأن تقف دقيقة صمت على روح المنتخب البرازيلي بعد فشله الذريع خلال نسخة المونديال الأخير. كذلك المنتخب الفرنسي الذي سقط عبر ركلات الترجيح، وهو تصرف اعتادت عليه المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية بسبب الاستفزازات الكثيرة التي تشارك فيها الجماهير. وخطف حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الأضواء مجددا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وحظي إيميليانو مارتينيز باستقبال تاريخي من الجماهير الأرجنتينية التي احتشدت في الملعب لساعات طويلة من أجل الاحتفال بمنتخب التانغو الذي لعب أولى مبارياته في الأرجنتين منذ تتويجه بلقب كأس العالم. وقدم الحارس الأرجنتيني مارتينيز عرضا مثيرا مع الجماهير الأرجنتينية، حيث بعد خروجه لإجراء عمليات الإحماء انفجر الملعب بالكامل لتشجيع مارتينيز الذي كان واحدا من بين أهم اللاعبين المساهمين في تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. واستجاب مارتينيز لهتاف المشجعين ورد عليهم بالإشارة إلى النجوم الثلاث الموجودة على قميص المنتخب، كما كرر الرقصة الشهيرة التي قام بها في المباراة النهائية ضد فرنسا إثر تضييع أوريليان تشواميني لركلة الترجيح. كما ألهبت الدموع التي ذرفها مارتينيز خلال مراسيم افتتاح مباراة الأرجنتين وبنما الودية حماس المشجعين الأرجنتينيين، إذ بكى بحرقة أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب بلاده والذي نجح في الخروج منتصرا من هذه المباراة بنتيجة هدفين دون مقابل.